أنا وأنت يا عبد الله ينبغي أن نخاف على أي هيئة سنموت، وفي أي مكان سنموت، وماذا سنعمل حتى نستقبل الموت. هؤلاء كانوا يبادرون بأنفسهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يتهيبون ولا يفزعون ولا يتقهقرون، حتى إذا جاء أهل النفاق فثبطوهم وقذفوا في قلوبهم الرعب، كانوا لا يتقهقرون ولا يخافون، بل كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يدفعون بأنفسهم ويدفعون بأموالهم من أجل الموت، ليموتوا على ماذا؟ لأي شيء سيموتون وهم يعلون وهم يرفعون راية الإسلام والمسلمين وهم يقاتلون في سبيل الله، سيموتون وهم يدافعون عن دين الله، سيموتون وهم يدافعون عن عرض الصحابة، سيموتون وهم يرفعون راية الإسلام والمسلمين. هكذا عباد الله ينبغي لنا أن نموت بكرامة